السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين سعاد. ان شاء الله هذا الفيديو هو ثاني فيديو في القناة. غادي نوجدوا فيه بريوات بالدجاج كيف ما كتشوفوا في الصورة. قبل ما نبداو ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، ونبداو على بركة الله. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد دجاجة من بعد ما غسلناها مزيان ورقدناها ومقطعناها لهذا الشكل هذا. وهنا عندنا كيلو ديال البصل بعد ما شلضناها على هذا الشكل. وهنا عندنا تقريبا قبطه ديال قزبر المعدنوس مقطعين على هذا الشكل هذا. وهنا عندنا ملعقه صغيره من الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من السكينجبير، وملعقه صغيره من الخرقوم، وملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره ديال القرفه. وهنا عندنا 3 ديال فصوص الثوم من بعد ما حكيناهم. وهنا عندنا ملعقه صغيره ديال السمن حسب الذوق. وهنا عندنا زيت المائدة وزيت الزيتون. وهنا عندنا 5 ديال البيضات والماء باش نمرقوا به التوابل ديالنا. وبقاو معنا باش تشوفوا الطريقه. هنا كناخذوا كوكوط وكنحطوا فيها الدجاج اللي عندنا كامل، هو الاولاني، عاد كنزيدوا له التوابل اللي عندنا كامله. هنا من بعد ما عقدنا الخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا شرب داك الماء ديالو، ما بقاش فيه المرق بزاف. هنا صافي كتحيدوه من الطنجره وكتحطوه في شي شبكه باش كيزيد يقطر كيحيد منه داك الماء. هنا الدجاج من بعد ما طاب قطعناه على هذا الشكل هذا قطع صغيره بعد ما حيدنا له العطومه ديالو. وهنا التفايه ديالنا من بعد ما استقطرت مزيان فوق الشبكه. ودابا غادي نخلطوهم مع بعضهم باش نعمروا بهم البريوات ديالنا. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال تلوي ديال البريوات. بالنسبه للورقه هنايا طويناها على جوج على هذا الشكل هذا، وحيدنا الجوانب ديالها اللي كيكونوا ناشفين، وكنقطعوها على هذا الشكل هذا. كنقطعوها على 4 قطع
طويله على هذا الشكل، وحاولوا تعملوهم فوق بعضهم باش تاخذوا القياس باش يجيوكم قد بعضهم، ما تجيش بريوه كبيره على اختها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هنا بعد ما طلقنا الورقه ديالنا على هذا الشكل هذا، الجهه اللي كتكون ناشفه هي اللي كنعملوها فوق، وكنزيدو ندهنوهم بشويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا قبل ما نحطوا الحشوه ديالنا. هنا كنبداو نلويو البريوات ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. حاولوا في الاول تزيروا يدكم مزيان باش الحشوه ما كتخرج لكم شي على هذا الشكل هذا. ومن الاحسن الحشوه تكون مقطره مزيان من الماء باش البريوات ما كيتفتحوش ملي كيكونوا كيطيبوا. وكنلصقوا البريوه بشويه ديال الطحين مخلط مع الماء على هذا الشكل هذا باش كنخبعوا ديك الجوانب اللي كيكونوا زايدين وباش كتجي البريوه معاوضه. وكنستمروا في تلوي ديال البريوات اخرين على نفس الطريقه. وهذا هو الشكل ديال البريوات كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا. النصيحه باش يجيوكم البريوات متساويين قد بعضهم، تبعوا نفس الطريقه ديال تقطيع الورقه، قطعوها حتى هي على قطع متساويه باش تجيكم كل بريوه قد اختها. وكيبقى الاختيار كل واحد بالنسبه للطهي ديالو، كاين اللي كيبغي يقليهم، كاين اللي كيبغي يطيبهم في الفران. بالنسبه لينا حنايا غادي نطيبوهم في الفران، غادي نطيبوا واحد الكميه منهم باش نوريكم الطريقه كيفاش دهنوهم وباش يجيوكم بريوات كي اللون ديالهم مزيون، اللون ديالهم ذهبي. وبقاو معنا باش تشوفوا الطريقه. هنا كناخذوا البيضات من بعد ما كنخفقوهم، كنضيفوا لهم شويه ديال الفلفل الحمراء اللي هي التحميره باش عاد كندهنوهم باش كيعطيونا داك اللون الذهبي، اللون مزيون. وكنستمروا في الدهن ديالهم على هذا الشكل هذا عاد كندخلوهم الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا. كيجيو رائعين واللون ديالهم كذلك كيجي اللون ديالهم ذهبي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الناس اللي عندكم وتعملوا لي لايك، وكذلك تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله والفيديوهات القادمه باذن الله. شكرا على المشاهده والى اللقاء.